13 ثانية فقط. وكامجم في الأربع ثواني الأخيرة. الذهب يحتفظ بها البطل الأولمبي الأوزبكي أولوغبيك راشيتوف، والفضية تعود للأردني زيد مصطفى. معليش، ميدالية فضية تاريخية كذلك، الثانية للفضية الثانية والأولمبية الثالثة للأردن بعد ذهبية أحمد أبو غوش في ريو دي جانيرو، فضية الشرباتي في طوكيو، وفضية زيد مصطفى في هارلك. إذا مشاهدينا، لكن بنفس الوقت مبروك زيد عبد الكريم وميدالية فضية للأردن بمنافسات التايكواندو، رابع ميدالية بالمجمل للأردن والثانية من الفضة، وتبقى ذهبية أحمد أبو غوش صامدة كميدالية ذهبية وحيدة بتاريخ الأردن في دورات الألعاب الأولمبية. وبالتالي الميدالية الذهبية تذهب للأوزبكي أولوغبيك راشيدوف من أوزبكستان. مبروك للأردن هذه الميدالية، رغم أنه طمعنا لربما بالذهب، لكن ميدالية فضية تبقى لها قيمة كبيرة وكبيرة جدا.